طلق مراته في شهرها الاخير من الحمل واتجوز بنت خالته الملعونه عشان يرضي امه. شوفوا بنت خالته عملت ايه مع امه. يا ريت يا جماعه تكملوا للاخر وكلنا نعمل شير، شجعونا على فعل الخير. في حاجة ولا ايه؟ أنا بكلمك على فكرة. خلاص أنت واقف تتغزل فيها وأنا قاعد. يا مصطفى خلاص اقعد. استنى أنت بس دلوقتي. ده إنسان مش محترم. أنت تعرفيه ده؟ لا طبعا ما عرفتوش. مصطفى مصطفى انت جيت؟ مصطفى مصطفى رد عليا. مالك يا حبيبي؟ فيك حاجة؟ هو في ايه؟ ازيك يا خالد؟ الحمد لله حبيبتي. لما فين مصطفى؟ جوه حبيبتي بس مش عارفة ماله. ماشي طب انا داخلة. مالك يا مصطفى فيك حاجة؟ اديت صاحبتك الفلوس؟ قسم لها. ربنا يخليك لها يا حبيبي. إيه يا عم أنت مش تفتح؟ مصطفى يا ابني اسمع كلامي، انت معمول لك عمل، انت مغيب، انت مش في وعيك يا مصطفى. اللي انت اتجوزتها دي لا هي شبهنا ولا احنا شبهها. انا مش عارف اصلا ايه اللي رماك الرمية السودة دي. خلصت كلامك؟ قول بقى ان انت غيران من مراتي عشان احسن من مراتك.
يا مصطفى انت مش فاهم حاجه. لا فاهم، والكلام ده عدته اكتر من مره ورديت عليك فيه. مراتك بقى هي اللي قالت لك الكلمتين دول عشان تسمعهم لي؟ عشان احسن من مراتك ولا ايه؟ انت معمول لك عمل. مصطفى انت مش بترد عليا ليه؟ مالك يا مصطفى، انت فيك حاجه؟ انت بتعيط؟ لا ابدا مفيش حاجه، بس تعبان شويه وحاسس ان انا عايز ارتاح. لا يا مصطفى انت فيك حاجه، قول لي مالك، ايه اللي مغيرك كده ومزعلك؟ لا ما تقلقيش مفيش اي حاجه، هو بس تعب امي قلقني شويه، مفيش اي حاجه. لا ما تقلقش عليك. ديما اتفضل، انا عايز ارتاح شويه، سيبيني لوحدي. ايه يا محمد؟ هو ايه اللي انت اديتهم لي دول؟ الاتفاق. نعم يا اختي، اتفاق؟ دول نص الاتفاق. محمد انت هتستهبل؟ ولا استهبل ولا استعبط ولا يهم. انا اقفل معاكي واكلم مصطفى، واللي فيه الخير يقدم ربنا. محمد انت بتهددني؟ لا محمد مش بيهد، محمد بينفذ، وزي ما قلت لك محمد ما يضحكش عليه. اضحك عليك ايه بس؟ والله دول اللي قدرت احضرهم، ما قدرتش اطلب منه اكتر من كده. اتصرفي. حاضر هتصرف. معاكي يومين. سلام. اعمل ايه بس؟ تمام. ايوه يا شيخ، انا عندي مصيبه ومحدش هيقدر ينجدني غيرك. لا مش هعرف احط اي حاجه، ولا في اكل ولا في شرب. الله حسن شافني ومنعني من دخول المطبخ اصلا. ايوه حافظهم. امتى؟ النهارده؟ حاضر متحرمش منك. تمام حاضر، هبعتلك بقية الفلوس. مع السلامة. يا شيخ اتفضل يا شيخ، تعالى يا بركتنا. بص بقى يا شيخ، البيت ده هو اللي اتربيت فيه انا ومصطفى اللي حكيت لك عنه. والست دي كانت شغاله خدامه عندنا ايام زمان، وابونا الله يرحمه طردها. مصطفى زي ما قلت لك مره واحده كده ايوه خلاص انا دفنت العمل. هنا يلا يا انا جاهز. والله يا مصطفى يا ابني ما بتظن بروح للدكتور، انا بقيت كويسه والحمد لله. لا يا امي ما ينفعش، دي استشاره والدكتور مأكد على ميعادها ولازم نروح. اللي تشوفه يا مصطفى. حاضر. يلا. مصطفى ثواني انا هاجي معاكم. لا خليك، احنا مش هنتأخر. اللي تشوفه يا مصطفى. حاضر.
احضر فتحي. انا يا شيخ شيخ لقيت حاجة. مفتحهاش. ايه ده يا شيخ؟ ده العمل اللي معمول لأخوك. عمل؟ انا كنت متأكد يا شيخ ان في عمل، انا كنت متأكد فعلا. دي طلاسم. الست دي مش سهلة. محتاج العمل يتفك. بركاتك يا شيخ بركاتك. طيب نعمل حاجة تاني هنا؟ طب اتفضل معايا يا شيخ اتفضل. الشيخ انا خايف على اخويا جدا. انت متأكد ان العمل ده هيتفك واخويا يرجع لطبيعته؟ إن شاء الله. الست دي شرانية أوي، انت مش عارف حاجة. رايح فين يا ابراهيم؟ كده نكون وصلنا لنهاية أحداث الحلقة التانية. يا ريت كل إخواتي تعمل شير في كل مكان للفيديو ده، وصلوه لأكبر عدد ممكن من الناس، شجعونا كمل. اللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات.